اخطر قرار ممكن تاخده في العقار انك تشتري بعينك، لان اللي بيبيع لك الصوره مش هو اللي هيحمي فلوسك. كل يوم الناس بتبعت لي صور مشاريع وبتسالني ايه رايك، واول حاجه بقولها وريني اللي ورا الصوره، لان الصور والماكت والماستر بلان اي شركه تقدر تعملهم وتحسسك ان انت داخل مدينه من عالم تاني، وده مش سبب حقيقي يخليك تشتري. انا قبل ما ابص على شكل اي مشروع ببص على 4 حاجات. اول حاجه المطور، هل عنده سابقه اعمال؟ سلم قبل كده ولا لسه بيبيع وعود؟ تاني حاجه اللوكيشن، مش اسم المنطقه، المكان نفسه حواليه ايه ومستقبله عامل ازاي. تالت حاجه التسعير، هل السعر منطقي ولا انت بتدفع فلوس زياده علشان خطه سداد شكلها مغري. ورابع حاجه خطه التنفيذ، في شغل حاصل على الارض فعلا ولا لسه كله موجود في الريندرز، لان في الاخر الصور ممكن تعجبك لكن اللي هيحمي فلوسك هو اللي ورا الصور. والمستشار الصح مش اللي يفرجك على صور حلوه، المستشار الصح هو اللي يحلل معاك الورق والمطور والواقع. ولما تبني قرارك على حقائق مش على انبهار، ساعتها هتعرف ليه بنقول ان العقار هو الابن البار. وما تنساش تعمل فولو للمستشار.